انت مش مظلوم، انت بتساعدها تسيطر عليك. زوجتك النرجسية مش بتهد البيت، دي بتدمرك انت الاول. انا هقولك الحقيقة اللي مش هتسمعها من حد، انا هكون صريحة معاك شوية. للأسف انت اللي وصلت زوجتك النرجسية انها تكون كده معاك، لانك انت اللي بتديها القوة دي. هي مش قوية، هي بس لقيتك بتتنازل بسهولة فقررت تكمل لحد ما انت تختفي. الزوجة النرجسية مش بتدمر الراجل مرة واحدة، دي بتعمل حاجة أخطر، بتغير شخصيتك واحدة واحدة لحد ما تبقى النسخة اللي تقدر تسيطر عليها. كل مرة بتسكت علشان تعدي المشكلة هي بتسجل نقطة، كل مرة بتبرر ليها هي بتفهم انك قابل اللعبة، وكل مرة بتعتذر وانت مش غلطان، انت بتوقع عقد إذلالك بإيدك. انت مش بتخسر العلاقة، انت بتخسر إحساسك برجولتك، وده أخطر بكتير. التعامل مع النرجسية مش بالحب ولا بالصبر، دي عايزة إدارة قوية. أول ما تحس إنها بتسحبك للعبة انسحب، وده مش ضعف، انت كده بتكسب نفسك. النرجسية بتخاف من الراجل اللي مش محتاج يثبت نفسه، لأنه ببساطة مش داخل يلعب أصلا. الخلاصة، لو فضلت تحاول تفهمها هتتوه، ولو فضلت تحاول ترضيها هتختفي، بس لو فهمت شخصيتها هتعرف ان المشكلة عمرها ما كانت فيك. وهختم معاكم بسؤالين أهم من بعض. لو رجع بيك الزمن كنت هتقبل العلاقة دي من الأول؟ وإيه أكتر موقف حسيت فيه إنك بتضيع من نفسك؟ رد عليا في تعليق. ولو حسيت كلامي اعمل لايك وشير علشان كلامي يوصل لكل الناس. أنا آسيا عبد الرحمن، ودي النضارة السوداء. سلام.